حبيبي انا جايب لك كرسي طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في خبر جديد عاجل وحصري للكره مع مان. وصول ريال مدريد لقطر يوم 17 ديسمبر عشان يلعب 18 ديسمبر. شفتوا الاحترافيه عامله ازاي؟ هيوصل قبل الماتش بيوم 17 ديسمبر موعد وصول ريال مدريد لقطر عشان يلعب نهائي كاس القارات. يا دوب هيعمل تدريبه خفيفه ومؤتمر صحفي للاعب ومؤتمر صحفي للمدير الفني انشيلوتي، واخد بال حضرتك؟ يعني القصه فيها ناس محترفين. ريال مدريد جاي بكامل نجومه، كيليان امبابي وغير امبابي وروديجير ورودريجو وفينيسيوس جونيور. القصه ما فيها ده خبرنا الحصري، وصول ريال مدريد لقطر يوم 17. خبر تاني حصري، ابو تريكة يرفض الاستوديو التحليلي للتعليق على مباراة الاهلي وباتشوكا المكسيكي. رفض. طبعا كان عنده رغبة ان هو يروح يشوف الفرقة ويسلم عليها، لكن ما فيش نصيب ان هو يسلم على الناس، فهو رفض كمان يحضر الاستوديو التحليلي للتعليق على مباراة الاهلي وباتشوكا في قبل النهائي بطولة كاس القارات. يبقى خبرنا الحصري ابو تريكة يرفض التعليق وتحليل مباراة الاهلي وباتشوكا. جماهير الاهلي كده يا ابو تريكة هتزعل منك بصراحة. انت كنت المفروض تبقى موجود في الاستوديو وتحلل وتقول وتعيد، ده برضو ناديك. الى هنا خلصت اخبارنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.